من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لما سيدنا كان لي إنها يسيبني كامل، كنت أروح أفسح العيال، أخذت الست هانم والعيال ورحت فندق في شرم الشيخ، وصلنا على الظهرية. فكان ده ميعاد استلام الغرف، فأول ما دخلنا بصراحة كنت جعان فعايز آكل لقمة، فقلت لهم أنتوا روحوا استلموا الأوض وأنا أروح على المطعم آكل عشان جعان. أنا جاي سايق، أنتوا كنتوا نايمين، أنا نروح ناكل. قالوا لي طب ده التشيك إن خلاص الورق اللي هنستلم. قلت لا، أنا لازم ناكل الأول، روح أنتوا. أخدوا الشنط وراحوا الغرف وأنا رحت دخلت المطعم. أخدت طبق كبير كده حلو لقيت راجل موجود قدامي، أخدت واحدة ورك فرخة مشوية، أخدت واحد بس. فبصيت على الراجل لقيته باصص عليا، قلت له ينفع اخد واحده تاني؟ قال لا يا فندم طبعا وريني. اخد الطبق مني وعبالي واداني، فلقيته قدامي 4 5 منابات، مش ده مناب. اخدت بال4 ولا ال5، قلت ايه ده؟ هو ما فيش رز هنا ولا اكل ولا عيش ولا هاكل يعني ده بس اللي هاخده؟ دي بركه كبيره قوي، حلوه قوي. اخدت الفراخ وقعدت على جنب اكلها، فمع آخر حتة لقيت نفسي شبعت على آخري. جت الست هانم جاية عليا بالعيال، قالوا لي إيه؟ قلت لهم أنا أكلت. في الطابور ده كده في الآخر قدام تلاقوا الراجل بتاع الفراخ، الراجل 10 على 10 وعنده فراخ تمام. قالوا لي فراخ؟ تعالى بس معانا. قلت لا أنا شبعان خالص. قالوا لي بس امشي معانا عشان مكسوفين، إحنا أول مرة، تعالى بس. وجيت أمشي لقيتهم أخدوا حتة ومشوا شوية تاني أخدوا صباع كفتة، مشوا شوية تاني أخدوا حتة من البطة. قلت يا أخويا الشغلانة دي إيه يا هانم؟ قالت لي يا بابا ده حاجة اسمها أوبن بوفيه. قلت لها أوبن بوفيه يعني إيه؟ قالت لي يعني كل ما لذ وطاب، يعني كل الأكلات الحلوة والأصناف المتنوعة والمتعددة، وخد اللي نفسك فيه، أنت كده كده دافع، مش أنت دفعت الاشتراك، خد على قد ما تقدر اللي أنت عاوزه. أوبن بوفيه. والكنيسة في نهضة أمنا العذراء بتعمل لنا أوبن بوفيه، بس الشاطر يروح شبعان، ده شاطر وما ياخدش من صنف واحد، امال تنوع الأصناف يدي غذاء كامل للجسد من جوه. طب ما الكنيسه عامله فينا كده في نهضه ام النور العذراء المطوبه البتول مريم، في نهضه امنا العذراء عامله لنا كده الاوبن بوفيه. عامله ايه؟ تيجي تقول لك اول ما تيجي من بره نقدم لك وجبه دسمه طقسيه. ايه الوجبه الطقسيه؟ رفع بخور عشيه، وابونا يجيب الشوريه اللي هي ويبخر والبخور يطلع للسماء. الواعي الفاهم ايه اللي بيحصل؟ البخور ده صلوات القديسين طالعه للسماء، يبقى فرصه اقول انا ايه واصلي واطلب اقول له يا رب يا رب، والبت يا رب تقف معاها وتسترها وتخلي بالك منها يا رب، وخلي بالك يا رب، واطلب وعلي الطلب. ليه؟ ما البخور طالع للسماء، ده صلوات القديسين. قول كل اللي جواك، دي فرصه وجاياك، اطلب. ايه كمان؟ يجيبوا اولادنا الحلوين يحطوهم بين قوسين. ايه بين قوسين دول؟ قوس من قدام ومن ورا، صليب امامي وصليب خلفي، ويلبسوهم شمامسه. وكيريوس ميتاسو. يعلم الله نص الكنيسه مش فاهم الكلام ده بالعربي ايه، بس هو بيقول لا لا سين سيفن سي. ايه مالك؟ يقول اصل الكلام ده بيديني سلام وراحه، ومش عايز اقول لك الالحان دي بتدخل جوه النفس من الداخل تشفيني. طب معناها ايه؟ انا فاهم، انا عارف، ما هم اللي بيقولوا يا ابونا انا بقول معاهم. وجبه دسمه. والكنيسه برضو الحلوه تيجي مطلعه شويه اطفال ولا عيال ولا مدارس الاحد يقدموا لنا ايه في الكورال، يقولوا لنا ترانيم، يطوبوا ام النور العذراء مريم، امنا يا عذراء يا ام المسيح يا اللي فيك دايما، وانت تبقى قاعد في مكانك عمال بتقول. ليه؟ لانه العذراء قالت هوذا منذ الان جميع الاجيال ايه؟
تطوبني، وانا واحد من ضمن الاجيال اللي جاي اطوب ام النور العذراء مريم في نهضه العذراء. فانا باخد من الاوبن بوفيه ده، باخد من الدسم الكبير ده قوي على قد ما اقدر. وكنيستكم عامله لكم تنوع في العظات، جايبه لكم اساقفه ومتكلمين عشان يقول لك ايه ده عارف. في ابونا المعلم في الكنيسه الارثوذكسيه ابونا داوود لامع، الكنيسه عنديهم هو في حد هيقول كلام احلى من كلام ابونا داوود؟ يقول لك لا، بس برضه نجيب اباء عشان نعمل عمليه التنوع. لو اكلت لحمه كتير يجي لك نقرس، ولو عشت في الفجر في الفول بس برضه يجي لك نفس النقرس. ايه يا اخويا ده؟ يعني فجر منافع؟ يقول لك لا، لابد من التنوع. لازم التنوع الجميل الحلو اللي الكنيسه بتقدمه. طب الكنيسه تديني شفاء للعيان، مش هي بتدي لمسه شفاء؟ العيان مش يجي يلمس ستر الهيكل زي الست نازفه الدم اللي لمست هود بثوبه فشفيت؟ طب والجعان يعمل ايه؟ يقول له تعالى الكنيسه. ليه؟ اصله عندنا مسيح يشبع كل حي من رضاه. طب والمضطرب وجلجان اصله بقى من ضمن السينيور، من اللي عجزوا والعيال سافروا وسابوه قاعد لوحده في البيت، فيقول لي يا ابونا اكتر حاجه انا جلجان منها خايف يجي الكنيسه، يجيب ابونا يقرا كلام الله، يقول ايه كلام الله؟ لا تخف لاني معك. الكنيسه تدي راحه للتعبان وتشبع الجعان وتشفي المريض والعيان. هي دي الكنيسه. الكنيسه بتقدم لنا باستمرار كل الخير باستمرار. ليا رجاء في المسيح اللي ماسك الموبايل يقفله دلوقتي. ما بص اهو، ده معناه انه الكنيسه جايبهولك على الصفحه. سيبك من التليفون يا سيدي. بدعه جديده طالعه لنا في الكنيسه اليومين دول، حاجه تحرق القلب. تلاقيه قاعد في حاله بدل ما يسمع كلمه ربنا حاطط التليفون في وشك كده، حاطه في وشك كده كانك بيقول لك قول للحديده ما تقولش للبني ادمين. ده كلام؟ لا يا اولاد مش كده. ما هو ده انا لما ببص كده بتخض بلاقيها كبيره اهي. بص هنا وخلاص، سيبك من الشاشه اللي 2 سم في 2 سم بتاعت التليفون دي. خد من الكنيسه اصلك مش تاخد وقت. لا يا اولاد، ده الكنيسه مليانه بالخير. خد. طب ايه رايك تاخد سلام وانت ماشي؟ مع كل مره ابونا يقول لك امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم. تاخد سلام وانت ماشي؟ تحب تاخد سلام؟ ما العالم بره مليان اضطرابات. طب اقعد قدام النشره يعلم الله تصحى عيان. النشره تعييك، تجيب لك امراض نفسيه، بيضربوا مش عارف فين ووباء فين وضرب ايه ايه ده، اخبار كلها مؤلمه. لكن الكنيسه تاخد سلام وانت مروح. ودلوقتي جاي اقول لكم كل اللي فات ده كان مقدمه، نبدا بقى في الكلام. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايه اكبر عطيه اخذوها المسيحيين في العهد الجديد؟ اكبر عطيه اخذوها المسيحيين في العهد الجديد نعيش بيها وتبسطنا وتفرحنا وتقود حياتنا للامام ونبقى مسيحيين بجد بسببها. هي العطيه دي كانت موجوده في العهد القديم، خلي بالك، بس ما كانتش بنفس الصوره دي، كانت بصوره مختلفه على قليل قوي. لكن دلوقتي واضحه قوي وظاهره قوي وكلنا محتاجين لها وتنفع كل واحد. مش نقول الرجاله بس، لا يا عم، رجاله وسيدات وكبار وصغار وللكل. ايه هي العطيه اللي اخذوها المسيحيين؟ كنت بتقولي ايه هنا؟ الروح القدس. الروح القدس من كنيستكم صح؟ كنيستكم قالت الاجابه الصح. نعمه الروح القدس، عطيه الروح القدس، شركه موهبه وعطيه الروح القدس. الكنيسه يقودها الروح القدس، وكل شعب الكنيسه سكن فيه الروح القدس. يقول لك ايه في 3:16 في كورنثوس الاولى؟ ألستم تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ يبقى الروح القدس مسكنه فين؟ فينا. لما الكنيسه الحلوه يقول ايه؟ يقول كنيستي هي بيتي، هي امي، هي سر فرح
شلني أبونا من رجلي وغطسني في جرن غويط. كانت دي المعمودية، وبدأ يبقى لي ميلاد جديد، وابونا طلعني من جرن المعمودية ويدهني بالميرون ويسكن في الروح القدس، فبقينا كلنا مسكن للروح القدس. طب ده كفاية يا ابونا انه سكن فينا الروح القدس كده ضمننا الأبدية 100% ندخل السماء؟ يقول لا، تصدق مسكن الروح القدس ده وسكن الروح القدس مش هو اللي يعمل لي مكان في الأبدية. ما اقدرش ساعتها اقول انا ليا مكان في الأبدية، لا ما ينفعش. ليه؟ مش كفاية السكنة. امال المفروض نعمل ايه؟ يقول لك امتلئوا بالروح. لابد ان نمتلئ بالروح القدس. في انجيل معلمنا لوقا يقول ايه؟ قامت مريم في تلك الايام، ذهبت مسرعه الى الجبال ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات، فلما سمع اليصابات صوت مريم ارتقد الجنين بابتهاج في بطنها وامتلأت اليصابات من الروح القدس. خد بالك من الكلام، ايه اللي خلى اليصابات امتلأت من الروح القدس؟ لما سمعت صوت ام الله الكلمه سيوتوكوس، صح كده؟ لما سمعت صوت ام الله الكلمه، ايه اللي حصل لها؟ امتلأت من الروح القدس. طب خد بالك، لسه من دقائق قليله حالا دلوقتي جابوا قرايه الانجيل. انا ما شفتش مين اللي قرا، شماس كان ولا اب كاهن؟ مين اللي قرا الانجيل؟ المعلم الشماس. جابوا الشماس يقرا ايه؟ الانجيل. هو ايه الانجيل؟ صوت الله، كلام الله حيث انفاس الله. فلما يجي يقرا المعلم كلام الله، المفروض ان انا امتلئ بالروح القدس. اول ما اسمع صوت الله ايه اللي يحصل لي؟ امتلئ بالروح القدس. طيب ما احنا يا ابونا كل يوم بنسمع. لا، هو انا لازم امشي في نفس الخطوات اللي مشيت فيها الست اليصابات وهي عايشه. علشان كده لما سمعت اتملت بالروح القدس. ايه الخطوات اللي مشيت فيها اليصابات؟ يقول عنها في انجيل معلمنا لوقا عنها هي وجوزها انهما كانا برين امام الله، عايشه حياه البر. عارفين البر والتقوى؟ يقول لك فلان ده بار، ما بينفعش انه يغلط، ما بيرضاش يغلط في القعده البايخه، ما يقعدش فيها، اصله ده راجل بار. كلمته وموقفه وعيشته تثبت انه بار. طب هو جاب البر ده منين؟ قال لك علشان خاطر كانوا يحيوا بوصايا الرب، كانوا يعيشوا بوصايا ربنا. يبقى الامتلاء بالروح القدس عطية من الله لينا كلنا، ينفع ناخدها، بس بشرط نكون برين ونكون ايه كمان؟ نحيا بوصايا الله. طب انا عايز امتلئ بالروح الله. حد نفسه يمتلئ بروح ربنا؟ حد يعني النية من جواه نفسه انه يمتلئ بروح الله؟ احنا كلنا مسكن لله، وده اتفقنا على كده، مسكن لروح الله في داخلنا. طب حد من جواه نفسه انه يمتلئ بالروح القدس؟ يقول انا بصراحة انا عاوز امتلئ بالروح القدس يا جدعان. طب اعمل ايه؟ يقول لي خد بالك من انجيل معلمنا لوقا اصحاح 11. يقول حته حلوه قوي قوي. يقول اي انسان منكم وهو اب ان طلب ابنه منه خبزا ايعطيه حجرا؟ فيكم راجل انت والواد ولدك قال لك اديني اكل يا ابويا، جيت مديله بالحجر وقلت له سففت التراب وقلت له كل تراب؟ حصلت منكم؟ ما حصلتش. طب ولو طلب منك سمكه تديله حيه؟ برضه لا. وانتم بعد اشرار تعرفون ان تفعلون الصالحات، فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات فانه، اسمع بقى الكلام الحلو ده، انه يعطي الروح القدس لمين؟ للذين يسالونه. يعني اللي يطلب يلاقي. وقال لك ايه في متى 7:7؟ اسالوا واطلبوا. اطلب. مش بقول لك تعالى الكنيسه واطلب وعلي الطلب، احنا بس جايين نقول له القسط، ادفع القسط اللي عليا يا رب، ارزقني يا رب القسط والجمعيه، خلي بالك من العربيه. هو يا رب يمشوني من الشغل بيمشوا الناس الدور عليا ولا ايه؟
احنا ماسكين في الامور اللي ايه دايما باستمرار. دي الحقيقه. جالي نقول ايه 1000 رساله على الواتساب، صلي البت في ثالثه ثانوي عشان النتيجه. انا عييت اكتر منهم، تعبت من كتر اصحى الصبح الاقي 132 رساله ايه صلي للبت في ثالثه ثانوي. هي كل البنات في ثالثه ثانوي؟ ايه الشغل؟ احنا نطلب بس ايه طلبات الارضيه دي. صدق مطلوبه برضك، الصدق محتاجين لها برضك، بس عارف لو طلبت ان امتلئ بروح ربنا هذا كله يزاد لكم، الموضوع يبقى سهل، الموضوع يسهل علينا ونقبل اي درجه تجيبها البت. لما تجيب اي درجه نقبلها ليه؟ اصل انت مليان بروح الله، مقود بروح الله، روح الله يقود حياتك باستمرار، فمش فارقه معاك الدرجه. هو هيدي لمين الروح القدس؟ للي يساله، للي يطلب منه. يبقى تيجي كده تقول له ايها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصلاحات، اقول له ايه؟ هلم تفضل وحل فينا. عارف لما تيجي تقول لي اتفضل عيش ويانا، يا ريتك قريبنا يا ابونا كنا نروح ونيجي عليك. قريبنا كلنا اهو، بيته فين؟ ساكن فين؟ كنيسته، بيته المفتوح قدامنا. وقال لي لو جيت الكنيسه وعشت بالوصايا واخدت من الخير اللي بكبه عليكم كب، هملاك من الروح القدس، فتبقى انت مش مسكن بس للروح القدس، ده انت تبقى مملوء من الروح القدس. ايه رايك في الحلاوه اللي الكنيسه بتقدمها لنا كل يوم دي؟ موضوع الامتلاء بالروح القدس ده امر احنا محتاجين له، ان احنا نمتلئ بالروح. اللي في اعمال 5 يقول الله يعطي الروح القدس، عارفين لمين؟ راجع ورايا في اعمال 5 هتلاقيها مكتوبه كده بالنص، للذين يطاوعونه. يبقى الاول ايه؟ اسال واطلب انه يملاني بروح القدوس. ايه كمان؟ اطوعه. لما يجي يقول لي حب اخوك، اقول له ماشي يا رب. يا رب اخويا ضحك عليا في المراس وزور ورق ولبسني في الحيطه وبيجي هو غني وانا فقير. يقول لي حب اخوك، اقول له يا رب انا هصدق هو اشترى عماره وانا مش لاقي اشتري تربه، مش عارفه اشتري جبر اصلا. يقول لي حب اخوك. طب واللي يطاوع يتملي بالروح القدس. انتوا تفكروا العيشه المسيحيه عيشه سهله ولا ايه؟ لا، ده طريق طويل كرب وبابه ضيق. هي دي العيشه المسيحيه، خلي بالك. عارف لما تلاقي الدنيا احلوت اعرف انه في حاجه غلط. ده طول ما انت ماشي في العالم سيكون لكم ضيق، طول ما انت ماشي في السكه كده، طول الامر باستمرار. يقول لك ما فيش دخول للسماء غير اللي يشيل الصليب، من اراد ان يتبعني يحمل الصليب. طب واللي مالوش صليب يدور له على صليب يشيله. يشوف صليب واحد غلبان تاني يكون شايل الصليب والفجر جاي عليه يشيل معاه. اصل ما هو دي السكه. ايستوي الذين يخطئون مع الذين لا يخطئون؟ الناس اللي عايشه بالراحه وبراحتها. زي راجل رحت عنده، راجل من الكبارات، عاوز يقنعني انا ان الخمر حلال. فيقول لي ايه مضايقين علينا ليه؟ عاملين فينا كده ليه انتوا يا ارثوذكس منكم لله؟ مضايقين علينا جامد، طريق طويل وكرب وصعب واوعى ولا وغلط ايه ليه بس؟ ربنا مش عاوزنا مبسوطين يا اخي، ليه بس يا ابونا؟ ده في عرس قنا الجليل ربنا حول الميه الخمره، انت مش عاوزني يبقى بيتي فيه خمره ليه؟ طيب انا نتبسط يا ابونا وربنا ما عاوزنيش نتبسط ولا ايه؟ ليه بس يا ابونا كده؟ قلت له يا حبيبي ايه رايك في اعظم مواليد النساء؟ يوحنا المعمدان. قال لي ما فيش كلام عليه ده ولا اخبار، ده كل المذاهب بتقول انه راجل تمام، كان قديس كويس يعني، ده كله بيقول انه تمام التمام. قلت له عارف ايه اللي عمله تمام؟ انه كان خمرا ومسكرا لا يشرب. قال لي ايوه انت اللي قلت اهو، خمرا ومسكرا لا يشرب. انا نشرب خمره بس ما بنشربش المسكر.
قلت له يعني دي فكره برضه. عايز تقول لي يا اخويا انه ايه؟ اول كاس وتاني كاس دي خمره، تالت كاس هي المسكر. طب وايه الداعي الاول واحد وتاني واحد؟ قال لي يعني اصلك ما فيش حلال وحرام. قلت له ماشي خليني معاك، ما فيش حلال وحرام؟ لا في حلال وحرام. كل الاشياء تحل لي وليست كل الاشياء توافق، اذا كل ما هو لا يوافق حرام. هو احنا مشينا في مساكنا في الايتين دول وبنينا عليهم كل الغلط اللي عايشين فيه. تصدق بقى انه قال ايه؟ مقطعه مرات ابني يا ابونا، مقطعاها ما نكلمهاش ابدا، لو شفتها نجيبها من شعرها، يعلم الله ولا لساني يخاطب لسانها. بس مش الكتاب قال يعني اغلق الباب كده واقفل بينك وبينه عشان ما تحصلش مشاكل؟ قلت الكتاب قال الكلام ده فين بس؟ ده قال، ده الكتاب قال احبوا اعداءكم، مش حبوا مرات ابنك. ده الكتاب. لا لو هنمشي على الكتاب هنعيش في حياة مستقيمة وسر تقوى يملانا بجد، ونعيش حياة البار والتقوى والقداسة ومخافة الله لو هنمشي على الكتاب. طب ده الكتاب قال في سفر الأمثال 20:23 وراجع ورايا، قال ايه؟ قال لك ومع شارب الخمر لا تجلس. شوف بقى، ده على الليفل يا ريس. قال لك اساسا لو واحد بيشرب خمره ما تقعدش معاه، يبقى انت ينفع تشرب خمره؟ ده كلام ايه الكلام ده؟ اصل الدنيا مليانه قذرات وماشيه بينا لفساد عمال يرجع لورا، يرجعنا لورا ونقول هو ماله؟ ما كله بيعمل كده يا ابونا دلوقتي. هو انت جاي لنا احنا تقول لنا يعني؟ هو انا اللي بقول العيشه في مخافه الله ترجعنا لكتاب الله حتى نقدر ان نمتلئ بالروح القدس. يعني قول لي واحد قاعد في بيت ربنا شيبه وهيبه وما فيش بعد كده كلام، قاعد في بيت ربنا بيسمع كلمه ربنا، بيقول مع الناس كلام ربنا، بياكل من جسد ربنا ويشرب من دمه، ده ينفع يتملي بالروح القدس؟ وواحد قاعد في سهره اللي هي وبيشرب السيجاره دي وماسك في الكاس والخمره اللي خربه بيته دي، ده ينفع يتملي بالروح القدس؟ ما ينفعش. الحرام حرام، والكتاب كلامه باين قدامنا كلنا من غير لف ودوران فيه. الخمر حرام يا ابونا، حرام ونص، 1000 حرام. الكلام عن الناس ما يخلينيش اتملي بالروح القدس. ده الروح القدس الساكن فيا عاوز يملاني، فيجي يبص عليا ويشوفني كده وانا معدي من جنب مين؟ من جنب الغلبان اللي بيقول حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره، ادينا اي حاجه. وانت عارف اساسا الفجر جاي عليه، هو مش شحات عادي من بتوع الشارع، ده انت عارفه جاي الفجر جاي عليه والمرض ماسك في جسمه وانت عارف ظروفه. فتقول ايه ده؟ هو انا ماسك الاقتصاد العالمي؟ لا انت امسك اعصابك بقى لما اقول لك على الايه اللي جايه دي اللي بتقول ايه؟ بتقول من يسمع لصراخ المسكين يصرخ ولا يستجاب له. ايه ده؟ هصرخ امتى؟ انا عارف في عمليات ولا في حادثه ولا في ايه، ما انت ما مش عارف انت مجسي القلب ومش عاوز تسمع للغلبان. يبقى تعالى بقى شوف بقى هتصرخ امتى ومش هيستجاب ليك. الروح القدس عاوز يملاني ويقعد يراقبني، فعشان كده القديس بولس الرسول يقول لك ايه؟ لا تحزنوا الروح. مش الآية المشهورة اللي حافظينها إنه السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99، يعني السماء بتفرح بمين؟ والروح باللي بيتوب. والروح القدس يحزن مع كل خاطئ مش عاوز يتوب. أكتر حاجة تحزن الروح لما القلب يكسى ويبقى قاسي. فعشان كده يا حبايبي اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم، يعني خلي قلبك حنين. الست هانم اللي انت لاوي بوزك عليها دي راضيها بكلمتين يا اخي، ده غلبانه طينه بطين، هي دي فاهمه حاجه؟ ما لو فاهمه ما كانتش زعلت منك يا حنين انت، بس هي زعلت ولوت بوزها عليك، تعمل ايه انت؟ طبطب عليها وراضيها بكلمتين وخلاص، ما حدش اخد من الدنيا حاجه. اصل ابونا قالت لي هات وهات وهات وانا مش هحول من كتر ما بتقول هات. مسكها هي المصاريف مره كده هتبطل تقول لك هات.
النكد ما يخليش الروح القدس يملاك. ده يقول لك اما المرأة النكدية فكخنجر في عظام جوزها. عارف لما واحد يبقى ماشي كده في خنجر ولا مطوه في جنبه، يبقى ماشي يا ارض تهدي يا ارض تشجي وبلعيني، في خنجر فين؟ في جنبه. اوعي تنكد يا غاليه عليه ارجوكي، احتمليه. صدقيني بقل لقمه حلوه يتراضى. هو عايز ايه غير انه ياكل لقمه؟ يحس انك تعبتي في طبق الكشري اللي عملتيه، يحس انك تعبتي في بدل ما تقول هات علبه كشري معاك وانت جاي. هو ده يعمل رجاله؟ ما تعملي له انت طبق يا ستي واكليه، خليه يتهلل كده، فساعتها ينفع انه يتملي بالروح. لكن النكد يخليه محطوط وشه في الكتاب منكد. يجي الكنيسه عامل لنا احنا الوش الجبس، اجي اسلم عليه كده الاقيه ما بيطلع حرق. ايه يا عم مالك؟ ميت لك ميت ولا ايه؟ يقول لي انا الميت اللي هموت لنفسي، ده انا على اخر يا ابونا. او ده جاي جاهز انه يتملي بالروح القدس. ده الروح القدس عارفين يدي ايه من ثمار الروح القدس؟ حاجه اسمها ايه؟ فرح، محبه، فرح، سلام. الروح القدس من ثماره يدي ايه؟ فرح. اراكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر احد ان ينزع فرحكم منكم. وفي بطرس الرسول في الرساله الاولى يقول ايه؟ افرحوا لكي تفرحوا. شفت الكلام الحلو؟ اجلب وراه واقول له المفروض تقول افرحوا لكي تصلوا، افرحوا لكي تخدموا، افرحوا لكي تعطوا. لقيته بيقول لي افرحوا لكي تفرحوا. هو عايزنا نفرح. اللي يتملي بالروح القدس يعيش في سلام. الواد يجيب درجه قليله وتلاقي السلام مليك، اصلك انت مليان بالروح القدس. تلاقي الفقر جه والشغل مشوك والامكانيات الماديه ضعفت قوي، وتلاقي يقول لك عادي، ما احنا كده نادرين العذراء ان احنا نصوم على عيش ودقه. مش هتفهموا يعني ايه دقه انتوا بتوع مصر الجديده، عيش وملح وخلاص، ولا وشلولو. يعني عايشين على حاجه بسيطه مش محتاجه بقى خلاص. الشاطر يمتلئ بالروح حتى ايه؟ لا يحزن الروح. ايه؟ حتى لا يحزن الروح. عارفين في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 3، الوقت خلص صح؟ في انجيل معلمنا مرقس اصحاح 3 بيحكي لنا الكتاب عن شفاء الراجل ابو يد يابسه. السيد المسيح دخل المجمع لقى راجل ايده يابسه، يعني مشلول، ايد واحده اللي مشلوله. فجي ايه؟ قال ده النهارده سبت وهم بيتكلموا اليهود اللي موجودين، يا ترى هيعمل معجزه يوم السبت ولا لا؟ فجي نده عليه قال له تعالى يا ابني اقف في النص هنا. ايه؟ قال له اقف هنا. يا حبايب، هل يحل فعل الخير في يوم السبت؟ فسكتوا. عارف الكتاب يوضح بكل قوه ايه اللي حصل؟ يقول فنظر اليهم بكل غضب وحزن في قلبه بسبب غلاظه قلوبهم. اللي يحزن ربنا غلاظه قلوبهم. لما تجسي قلبك وتلاقي النداء بصوت عالي طول وقت الوعظه، ابونا جاي عمال يقول يا ناس امتلئوا بالروح، وانت قافل من جوه على داته الاستقبال ومش راضي، فده ايه؟ يحزن روح الله. ما هي درجات، اصلك 4 درجات وحشين سلبيين ما كنتش احب اقولهم بس موجودين في الكتاب. اول واحده يقول لك لا تطفئوا الروح. اصل الروح ناري. تسمع عن واحد، عن بنت ماشيه بطال وركبت مع الواد التوك توك وماشيه بطال، وانت طبعك حامي ومش عارف تسكت. قريبتك مش قريبتي، بس بنت مسيحيه وماشيه بطال، وانا نقعد ساكت ازاي؟ انا نجيب خادمه واثنين ونجري وراها وندور. انا ما قادرش. من يعصر وانا لا التهب، من يضعف وانا لا اضعف. عشان الروح ملتهب مولع زي النار. طب واللي الروح جواه مطفي يقول لك البت دي اصلا من عيله بايظه، ابن الهلاك للهلاك يدعى، ده عيله هلاك فهلاك. انا مالي، خليني في حالي، ماليش دعوه. ده ما عندوش روح شغال مولع. امال ده ايه؟ ده روح اللي جواه مطفي. فالكتاب يقول ايه؟ لا تطفئوا الروح. يقول تاني مستوى اعلى شويه، يقول لك لا تحزنوا الروح. عارفين يا حبايب ان الروح اسمه الروح القدس؟ يعني ايه؟ يعني روح القداسه.
الروح القدس يعني ايه؟ روح القداسه. يقول لك الروح القدس اللي هو روح القداسه يحزن قوي قوي لما يلاقي واحد يا رجاله مكفي على مقاطع النجاسه وعمال يقلب ويتفرج في النجاسه فيبقى حزين جوه. قول لي بقى الروح القدس وقت ما انت جاي وماشي في الطابور رايح تتناول، رايح فين؟ رايح اكل من جسده واشرب من دمه واتحد بالمسيح وابقى مسيحي تمام. الروح القدس جواك ايه؟ فرحان ومتهلل، صح ولا ايه؟ طب وبعد ما تخلص حالك وتروح يوم اتنين ويعدي عليك الايام وتيجي قاعد تتفرج على حاجه بايخه اللي هي تبع النجاسه اللي هي ضد القداسه، قول لي بقى الروح القدس يبقى عامل ايه؟ يبقى حزين حزن زي البني ادم مننا في القبر، يبقى بيزور في القبر كده بيوصل امه لباي باي مع السلامه مشيت خلاص، ولا ابوه يقول له مع السلامه وراح القبر الحمجه ماسكاه والدموع ماليه عينيه وشوف يبقى حزين. شكل الحزن ايه؟ حزن جامد قوي. الروح القدس يبقى حزين جوانا كده لأن روح القداسة ماله مال النجاسة أصلاً، مالوش دعوة هو بالنجاسة وبالحاجات البايخة. ما لما نيجي نقول إيه تعالوا يا حبايب الكنيسة في نهضة أم النور العذراء مريم، هتلاقي نفسك مع الناس عمال تقول أمنا يا عذراء يا أم المسيح. إيه صوتك ماله؟ بقول مع اللي بيقولوا يا أبونا. طب لو رحت الحنة بتاعت صاحبك بتروح الحنة تحضر الحنة والسواريه بقى يا ابوي والدي جي والصوت ايه بقى؟ هينفع تقول لهم ايه؟ يقولوا لك انت بتعمل ايه؟ يقول لهم بخلص المزامير من الاعماق وصرخت اليك يا رب يا رب اسمع صوتي. ولا بتركن كل الحياه الروحيه على جنب؟ ما بتركن الحياه الروحيه على جنب. هل بقى هنا الروح القدس مليك؟ طب وهنا الروح القدس كده مليك ولا بيغادرك لحين؟ ما بيرضاش يغادرنا، هو ساكن فينا لكن مطفي وحزين. في مستوى اقوى هو لا تقاوم الروح. واحد قال لي ايه؟ قال لي صدقني يا ابونا انا نقلب في الريلز. عارفين الريلز؟ قالوا لي عليها المقاطع الصغيره اللي هي اقل من دقيقه، وانا بقلب في الريلز يا ابونا اول ما اشوفك لازم اقلب بسرعه. انا ما بحبش اشوف وشك، ما بحبش اسمع صوتك اصلا. قلت له ليه يا عم؟ يا عم ليه يا عم؟ في طار بيني وبينك يا عم، بتتكلم زي الرجاله ما بتتكلم، مالك؟ ليه يا عم لما شفتني بتقلب بسرعه عليه؟ قال لي ما كلامك بيوجع، اصلك انت عايزني اتوب وانا مش عايز اتوب. انت عمال تقول كلام زي الرصاص عايزني اتوب واطلع خطوه في علاقتي بربنا وانا مرتاح كده. يا عم يا عم اقطع علاقتك بيا اساسا، انا مش عايز اشوفك يا عم. انت انا بسيبك في الكنيسه اروح عليك طلعت لي في التليفون يا عم. ده انا بقعد القعده اللي هي يعلم الله، رحت اقعد قاعده مع اصحابي ووزعوا لنا كاسات، انا شفتك في الكاس، انت طالع لي من الكاس تقول لي حرام. انا كل الاباء ما قالوليش حرام، قالوا لي لا يليق، لكن انت قلت لي حرام منك لربنا. انت ليه بس كده يا عم؟ اقطع علاقتك بيا. هو بيقاوم الروح القدس، عمال يشد فيه الروح، يقول له تعالى الكنيسه ويقول لي بكره، خليها بكره، وبكره يجر بكره ومعارف بكره ده جاي امتى. صعب ان نوصل لنتيجه ان احنا نقاوم الروح. وطبعا النقطه الرابعه اللي احنا ما بنروح لهاش خالص اللي هي لا تجدفوا على الروح ونشكر ربنا، دي بعيده عننا. يعني نشكر الله اللي هو رفض عمل الروح القدس في كياننا من جوه ورفض سكناه فينا، ونقول احنا مش عايزين ابقى مسيحي ولا ابقى مسكن للروح القدس. ولكن نحن يا احبائي لابد ان نمتلئ بروح الله الساكن فينا، نمتلئ بالروح القدس. وكل ما نمتلئ بالروح القدس اكتر واكتر يبان علينا المسيحيين، القداسه تدب في عروقنا ونبقى قديسين ونمشي في سكه القداسه بالروح القدس، هو اللي يقدسنا. ان كان على العمايل، ده العمايل يبقى الواحد يستخبى ويدفن في التراب احسن. عمايل اللي طلعنا لقدام دي، لكن احنا الروح القدس نمتلئ بالروح القدس الساكن فينا فيتغير حالنا. تلاقي الحال بيتغير بعد ما كنت بتتخانق مع دبان وشك ومتعصب وبتتضايق بسرعه، تلاقي نفسك وديع، عامل زي يسوع المسيح اللي قال تعلموا مني لاني ايه؟ وديع كنعجة صامتة امام جزيه لم يفتح فاه. بدل ما بتتكلم كتير تلاقي نفسك مؤخر نفسك في الكلام وتقول الناس تقول رايها مش مهم رايي انا. تلاقي نفسك بتدي اللي معاك وتراعي بيتك وعيالك ومراتك وقرايبك
وتحب الناس وتحب عيلتك كلها، ما تسيبش حد منها، ما يبقاش في عداوة ولا خصام ولا أي بغضة بينك وبين أي حد من العيلة. هو ده الكلام المظبوط في الحياة المسيحية اللي مملوئين بالروح القدس. ما أنا لازم أراجع حالي النهاردة بعد ما خدت عظة عن الامتلاء بالروح. طب أنا هل ممتلئ بالروح ولا لسه المشوار طويل قوي عبال ما أقول إن أنا ماشي في سكة الامتلاء بالروح؟ هو ما فيش واحد فينا يقدر يقول أنا ممتلئ بالروح. لا 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 لا، الكلام ده مش مظبوط. ده لحد يوم الممات أقول أنا إيه؟ أنا بمتلئ مش ممتلئ. مش ممتلئ، لا. مين فينا يبقى ممتلئ؟ أمال إيه؟ نحن نمتلئ. الامتلاء عملية مستمرة، في استمرارية في الامتلاء كل يوم. every day. مش every day دي يعني كل يوم؟ لحسن تغير المعنى علشان طلعت في السياق مش مظبوط. هي every day يعني كل يوم. أمام الله عايزين كل يوم نتملي بالروح إحنا. صدقني دي طلبة لو تمسكها في لسانك باستمرار، كل مرة تيجي النهضة تقول له يا رب املاني بروحك القدوس، يدي لك غلبة على الغضب والمضايقة اللي جوه، ويدي لك سلام ويدينا فرح. ربنا يبارك حياتكم. كان نفسي أقول لكم وعظة عن الامتلاء بالروح القدس، بس عشان خاطر العدد الكبير وتعبانين وناس واقفة معلش، فيعني حبيت أقول بس مقدمة بس عن العظة. ولكن ربنا يملانا بروح القدوس. لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وللأبد، آمين.